الله الرحمن الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يقول شيخنا الشيخ أحمد بامبا رضي الله عنه: يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. لازلت ضيفا كريما زائرا أبدا مكرما بقرى الطاعات والسدد. أيها الإخوة المشاهدون إلى قناة طوبى تيفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذه الآيات العطرة نرحبكم في باحات مسجد مسالك الجنان وسط العاصمة السنغالية دكار، ونرحبكم في هذا الشهر المجيد، شهر رمضان الكريم، شهر الخير والفضل والبركة. وقناتكم طوبى تيفي أعدت لكم برامج دينية وثقافية واجتماعية وسياسية خلال هذا الشهر الفضيل، ويتم هذه البرامج في باحة مسجد مسالك الجنان. هذا المسجد الكبير الذي يقصده آلاف من المسلمين من أماكن متفرقة في العاصمة السنغالية دكار. ويقصد هذا المسجد السنغاليون ويؤدون الصلوات المفروضة في هذا المسجد الكبير، ويرحب بأنشطة دينية وثقافية واجتماعية. وهذا المسجد يرحب بقراء القرآن الكريم، حيث سيؤم الإمام أبو بركة مكي صلوات التراويح في هذا المسجد الكبير. وكما أن هناك أيضا أنشطة ثقافية من خلال إنشاد قصائد الشيخ أحمد بامبا الذي يتولاه مجموعة من المريدين تحت إشراف ورعاية كريمة من الشيخ مكي يفي، الممثل العام للخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتخى مكي. وهذا المسجد الكبير الذي يقع وسط العاصمة السنغالية دكار، حيث تم بناؤه عام 1009. بدأت عملية بناء المسالك الجنان في عام 1009، ثم انتهت عملية البناء عام 2019. وهذا المسجد الكبير الذي يقصده كما قلت الآن آلاف من السنغاليين من أماكن متفرقة. ويقع هذا المسجد كما قلت الآن في منطقة دكار، في منطقة غراند دكار بالعاصمة السنغالية دكار. لقد تولى إنجاز هذا المشروع بالكامل المهندس المعماري السنغالي السيد ميسا جوجو توري، الرئيس التنفيذي للشركة MDT أرشيتكتير. كما تم تشييد هذا المسجد الكبير خلال عقد من الزمن، بدءا من عام 2009 إلى عام 2019. وقد حضر مراسم وضع الحجر الأول الرئيس السنغالي السابق السيد عبد الله ود، ثم في حفل الافتتاح ماكي سال. وقد تم تمويل هذا الصرح الروحي، هذا المسجد الكبير، من قبل جماعة من المريدين الذين تبرعوا بأموالهم لبناء هذا المسجد بقيمة مالية تقدر ب 22 مليار فرنك سيفا، والمقدر ب30 مليون يورو. وتبلغ طاقته الاستيعابية 30,000 مصليا. وهذا المسجد يستقبل يوميا هذه الباحات الكبيرة، يمكن أن تستقبل 30,000 مصليا يوميا. وهذه الأرض الطيبة التي بني عليها
هذا المسجد الكبير نتيجة تبرع في أوائل العقد الأول من القرن 21 بمساحة 85 هكتار من قبل رئيس عبد الله واد. وشارك الرئيس الحالي السيد مكي سال وعبد الله واد في صلاة الجمعة الأولى خلال الافتتاح الرسمي للمسجد في سبتمبر عام 2019 بحضور الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتخى مكي البشير. ويضاء هذا المسجد الكبير ما يقارب من 2000 مصباح من ثريا عملاقة نتيجة ل15 عاما من العمل الذي قام به المريدون بإعطاء أموالهم بالتبرع بأموالهم وأعمالهم وكل ما لديهم من القوة المالية والبدنية لإنجاز هذا الصرح الكبير الذي يعتبر ثاني أكبر مسجد في أفريقيا وفي السنغال تحديدا قبل أو بعد مسجد طوبى المباركة الذي وضع حجره الأول في 4 من مارس عام 1932 ويستوعب كما قلت الآن هذا المسجد 30,000 مصل و20,000 في الساحة وله مآذن 5. وهذا هو مسجد مسالك الجنان، هذا المسجد الطيب الذي يقع وسط العاصمة السنغالية دكار، ويقصده المسلمون ليلا ونهارا ويؤدون فيه الصلوات التراويح ويشاركون أيضا بالصلوات التراويح التي يؤمها القارئ الكبير الشيخ أبو بركة. كما أن هناك أيضا أنشطة ثقافية من حيث البرامج والمحاضرات التي يلقيها الإمام عيسى جي، واحد من الأئمة الشرفاء الذين يتولون إمامة هذا المسجد الكبير. وكما أن هناك أيضا دروس دينية وعربية التي أيضا يتولى كبرها السيد عيسى جي، حيث يأتي الطلبة من جميع الأماكن هنا في دكار ويدرسون الكتب العلمية والدينية. وهذا هو مسجد مسالك الجنان وبرامجه التي تحدثنا عنها سابقا. وقناتكم طوبى تي في كما قلت الآن هي قناة أعدت لمشاهديها جملة من البرامج الدينية والسياسية والاجتماعية والثقافية. ونحن في هذا الشهر الكريم نتقدم بأبرك الآيات التهاني والتسمية إلى الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتخى مكي البشير، وإلى جميع رؤساء الطرق الصوفية هنا في السنغال والحركات الإسلامية هنا في السنغال. ونحن في القسم العربي بقناة طوبى تي في أيضا أعددنا لكم برنامجا عربيا واسعا في هذا الشهر الكريم، حيث نستضيف جملة من العلماء والمثقفين في السنغال داخل السنغال وخارجها يأتون إلى هذا البرنامج ويناقشون معنا المستجدات في الساحات المحلية والإقليمية والدولية. وهذا هو شهر رمضان المبارك، شهر الخير والبركة، شهر القرآن الكريم، وهذا الشهر الجليل الذي قال الشيخ أحمد بن عنه: يا خير ضيف أتى بالبشر والمدد أهلا وسهلا وترحيبا بلا عدد. والمسلم في هذا الشهر الشريف يجب أن يغتنم فرصة هذا الشهر المبارك من خلال العبادات والطاعات، من الحرص الشديد على حضور الصلوات المفروضة، ومن الحرص الشديد على ذكر الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن الكريم والأذكار والتبرع بالأعمال الخيرية من الصدقات، وخاصة الأغنياء الذين أعطاهم الله مالا ويمكنهم أن يعبدوا الله تبارك وتعالى من خلال استغلال أموالهم في أماكن التي هناك محتاجون إلى هذه المساعدات. لأن رمضان الكريم شهر خصصه الله تبارك وتعالى لفعل الخير، ومن أفعال الخير الإنفاق في سبيل الله.
وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. الإنسان الذي ينفق أمواله في سبيل الله يفعل هذا لنفسه. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا عند الله وما تقدموا من أنفسكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذن فعل الخير في هذا الشهر المجيد شيء مطلوب بالنسبة للمسلم، لأن هناك فقراء. ومن ضمن الأنشطة التي يتم القيام بها داخل مسجد مسالك الجنان إفطار الصائمين، لأن هناك فقراء ومساكين ومحتاجين يأتون خلال الإفطار ساعة الإفطار ويأتون إلى هذا المسجد ويتناولون الفطور بتبرع من السادة المريدين. وهذا عمل جليل، لأن إطعام الفقير كأنه أفضل من ألف الجامع كما قال الشاعر، ولقمة تصد بطن الجائع أفضل من بناء ألف جامع. ومن مناهي الخير التي يمكن أن نحيي بها هذا الشهر الفضيل أيضا الحرص على قيام الليل، لأن الله تبارك وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلب اللسان الذي يذكر الله تبارك وتعالى فلصاحبه خير جزيل عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو ما أعد به القسم العربي بقناة طوبى تي في ليوافيكم به خلال شهر رمضان المبارك. وندعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يعد علينا هذا الشهر الفضيل باليمن والخير والبركات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.